السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يا صباح الخير والسعادة والجمال على عيون أجمل متابعين. زي ما انتوا شايفين بقى احنا هنا لسه هنبتدي يومنا اهو. طبعا احنا لسه خارجين بقى من العيد بقى، يعني سبحان الله. بعد ما رمضان خلص كده تحس ان في سنة اكتئاب كده في الجو طبعا. ده من يعني احنا كنا طول رمضان في جو روحانيات كده، قراءة القرآن وقيام الليل. والصلاة الأذان، يعني صلاة الأذان بأذانه. طبعًا فالواحد شيء طبيعي إن هو يخرج من رمضان مكتئب كده وعنده حبّة ضيق وخنقة. أنا عن نفسي باحس الإحساس ده. فأنتم يا ريت لو حد زيي كده بيحس باللي هو جو اكتئاب كده بعد شهر رمضان المبارك، يكتب لي في التعليقات. إحنا بقى لسه صاحيين أهو، طبعًا خرّجنا الفرشة كالعادة إن إحنا نهويها، اللحاف والمخدات، عشان لو فيها أي ميكروب والّا حاجة يموت في الشمس. اليومين دول الجو حلو أوي. طبعًا دخلنا على المطبخ بقى، حضّرنا طبقين فول كده، أحلى فطار أنا باعمل الفول عن نفسي بالليمون كده وفصين توم كده وحبة زيت، وحبة كمون وكزبرة، وأوديهم ضربة في الخلاط، بيبقى أحلى طعم فول على وجه الأرض. بيبقى عامل بمعنى أصح زي فول العربيات. هنا بقى كنا فطرنا وشطبنا المطبخ. دخلت بقى قلت اما اشوف هعمل ايه. زي ما انتوا شايفين بقى الشمس لسه طالعه اهو. طلعت فرخة وكده، قلت هعملها على اي طبخة. كنت محتارة بصراحة، يعني اعمل طبيخ ايه وكده. بس قررت ان انا هعمل يعني النهاردة سبانخ. هنا بقى طلعت الفرخة وقلت هسلقها. زي ما انتوا شايفين اهو، غسلتها وقطعتها وسلقتها. هاشوف بقى هاعمل عليها حبة سبانخ. طبعًا هابعت ابني بقى. هنا كنت بعتّ ابني يجيب لي سبانخ من السوق، السوق جنبنا هنا خطوتين. بعته جاب لي بصراحة نُص كيلو سبانخ، قُلت بقى هاغسلها وأقطّعها وأعملها طبخة كده على السريع. وهنا بقى الرز أنا كنت منقياه، قلت هعمل حلة رز بشعرية جنب الأكل. طبعا زي ما انتوا عارفين الأولاد مش لهم في السبانخ قد كده. بس طبعا السبانخ زي ما احنا عارفين يا حبايب قلبي، ما يعني مليانة حديد ومليانة مغنيسيوم. فاحنا على قدر الإمكان ان احنا نقول لهم كلوا السبانخ. السبانخ فيها فايدة جامدة جدا. وطبعا ربنا خلق لنا كل خضار في الموسم بتاعه عشان جسمنا يستفيد بيه. وطبعا جسمنا محتاج كل العناصر الغذائية. ويعني سبحان الله، ربنا خلق لنا كل خضار في الموسم بتاعه عشان جسمنا يستفيد بيه. واكيد جسمنا بيبقى محتاج للغذاء ده في الفترة اللي ربنا يعني سبحان الله جعل لنا فيه الخضار بتاع فصل الشتاء. طبعا ربنا جعلهن فيه الخضار عشان جسمنا اكيد محتاجه برضك في الصيف. هنا بقى كنت ولعت بقى، خلصت الحمد لله السبانخ، قطعتها وغسلتها وولعت عليها. وهنا بقى كان الرز خلصان، وطبعا هنا الشوربة بتاعتي. الاكل بصراحه ما خدش ثانيه. انا بعمل السبانخ، بشوح فصين توم وبضرب عليهم الطماطم، بنزل عليهم بالطماطم. وبعدين بعد ما بغسل السبانخ وبقطعها، بعد ما الطماطم بتاخد غلوتين بضطر ان انا احط السبانخ في الطماطم وكده. هنا بقى كان الاكل خلصان معايا بقى، احلى فراخ كده واحلى طبق سبانخ. ودي الشوربه بتاعتي. وهنا بقى احلى طبق رز بشعريه. وطبعا طبق سلطه للي هياكل السلطه. طبعًا يعني إحنا المفروض نعرّف أولادنا إن إحنا ناكل كل حاجة ربنا خلقها لنا. باحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله